ايش يا اخوان الخبر ده صحيح؟ يقول لك إيليا تابوري تعدى اسلام وصار المركز الاول. لا اسلام. خبر هذا رسمي والله، رسمي يا اخوان، رسميا الاول. ولا اقول لكم شيء يستحق. لا بتدغس انت والله ما تفهم انت حيوان قل. طيب يا اخوان قبل ان نكمل المقطع هذا ترتيب الباوند فور باوند الجديد. طبعا اسلام ما شاف كان المركز الاول وبعده على طول ميراب وبعدين إيليا تابوري. إيليا تابوري الان بوب طلع فوقهم الاثنين. مستعدين الان للمقارنه وليش اقول لكم يستاهل المركز الاول لا بالارقام كم. طيب يقول لكم لما إيليا فاز على تشارلز اوليفيرا كان تشارلز اوليفيرا جاي من سلسله هزايم وكم فوز. طيب لكن لما اسلام فاز عليه تشارلز اوليفيرا كان فايز 11 مره على التوالي، وهذه نقطه الاسلام. ولما فولك واجه اسلام، فولك كان جاي من سلسله فوز، ولما نواجه إيليا تابوري كان جاي من كي او من اسلام برضه، وهذه نقطه ثانيه. اوكي يا اخوان نمشي على نفس النسق. هذا سجل اسلام وهذا سجل إيليا تابوري. اسلام من 2024 لين 2025 لعب قتالين حلوين تقريبا نفس الشيء، داستن بوري وريناتو مايكانو. ريناتو ذا مين يا اخوان؟ ايزي ماني. ريناتو ايزي ماني، ايوه ايزي ماني، مقاتل تعبان معدوم ديشو طالع. داستن يا اخوان اعلى واحد فاز عليه مايكل شاندلر، قبلها كلها انجلد لان جاستن جيتشي نام، تشارلز اوليفيرا اخضعوا، لعب مع كونر المنتهي مرتين وفاز على تشاندلر مره، ويعني سجله معدوم. طيب نيجي للطرف الثاني هنا. إيليا تابوري فاز على مين؟ فاز على فولكانوفسكي. اوكي انت حتقول لي فولكانوفسكي رجع من قاضيه، طيب انا ما اختلف معاك في دي، ممكن يرجع من قاضيه حيكون الاداء اقل، لكن الطريقه اللي انهى فيها فولكانوفسكي يا اخي، الطريقه ترى الليله كامله. ما عجبك فولكا؟ ما عجبك تاريخ فولكا؟ ماكس هولوي يا اخي، ماكس هولوي جايك من انتصار، جايك معاه حزام البي ام اف، عمره ما نام، تنومه. طيب سيبك من دي، خليك في هذه يا اخوي، خليك في هذه. اسلوب كيف سحق تشارلز اوليفيرا، شوفوا كلنا عارفين انه حيفوز على اوليفيرا اوكي، لكن كيف فاز عليه بالهيمنه هذه، البرود هذا يا اخي، النك اوت باور يا اخوان. شوفوا هنا، شوفوا كيف، شوفوا البرود يعني، بوم نام. الهرجه انه إيليا تابوري كانه عارف انه حيكون الاول، لدرجه قال انا لو الاول ميراب يكون معاي الاول. يا اخوان بشكل عام اسلام اعظم من إيليا تابوري ايوه، لكن حاليا الباوند فور باوند يستحق إيليا تابوري، لانه اسلام الان حاليا بدون حزام. لو فاز اسلام على جاك لامادالينا هنا وقتها يرجع الباوند فور باوند. فخلينا نكون منصفين يا اخوان، الان والله يستحق الماتادور، واشرب الشاي حق الماتادور وهدي نفسك، وهذه والله حقبه الماتادور. ممكن ينهيها اسلام في قتال جاك لامادالينا، ممكن وان شاء الله ينهيها. فولو لايك اذا حابب تعرف كل جديد. فعلا مختلف، اعطونا ارائكم والسلام عليكم.